مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده قلنا نعمل مع بعض بقى كده عصير جوافة. نبدأ بقى بالمكونات مع بعض. جبنا 3 كيلو من حبة الجوافة و3 معالق سكر وليمونة. هنخزن طبعا نصها وهنعصر الباقي مع بعض. كل ما بجيب فاكهة كده بكون بتتخزن بجيب كمية وبخزن جزء وبنعصر جزء عشان ما يبقاش ايه يعني حاجة تقيلة على القلب كده في التخزين. طبعا بنقطعها كده زي ما انتوا شايفين، مش يعني هي كده الحجم ده كويس. طبعا بننضفها كده كويس وبنقطعها. ايوه بنشيلها كده يعني عادي بالبذر بتاعها بكله. طبعا نكون محضرين ليمونه وثلاث معالق سكر كبار. قطعنا كام واحده معاكم. طبعا بتتشال في الفريزر ما يجرالهاش اي حاجه. انا دي كده ممكن اطلعها في رمضان كمان. قطعنا نص الكميه، يعني ده ما في حدود كيلو ونص. هنحط عليها السكر، 3 معالق سكر، وهنقطع الليمونه. هنحط نص الليمونه بس، طبعا عشان تبقى تتشال في الفريزر، في الديب فريزر ما يجرالهاش اي حاجه. لو قعدت في اي وقت ممكن تقعد سنه كمان. الليمون يحافظ عليها بس. ونقلبهم كويس جدا، هو نص بس. نقلبهم طبعا كويس جدا كده. ونجيب كيس التخزين اللي بنقفله طبعا دوت، ونحطه بقى في الكيس كله. فضي فيه. طبعا كيس التخزين دوت هو كان كبير شويه، كان عايز الكميه اكتر شويه، بس قلت اجربها معاكم بعد كده ابقى ازود بقى فيه كميه تاني شويه، بس قلت اجرب ده معاكم يعني النهارده. طبعا بنفرغ الهواء خالص منه، وبعد كده بنقفله كويس. بس نشيله في الفريزر، في الديب فريزر معانا. نجيب نص الكمية التانية، نقطعها برضو كده. طبعا خلاص مش هنحتاج ليمون تاني. هنحط بس الجوافة، نحضر الخلاط بتاعنا. فضي طبعا في الجوافة. وجبت قد 3 معالق سكر او 4 حسب الرغبة، يعني حسب الرغبة بقى تحبوا مسكر او لا. حطيت يجي 4 معالق سكر وحبة مية مش كتير، عشان بس الخلاط يشتغل، عشان احنا هنزودها بلبن. وهنضربها معاكم اهو في الخلاط. بس كده، يعني مفيش اسهل من كده بصراحة يعني. طبعا الجوافة كلها الياف ومغذية جدا للصغير والكبير. في بقى حابب يحبها بلبن وفي من غير لبن، حسب الرغبة. بس طبعا بالافضل للاطفال باللبن طبعا. طبعا بنكون محضرين المصفى عشان طبعا نصفي منها البذر اللي بيطلع منها. هنجيب بولة فاضية وهنحط عليها مصفى، وهنصفيها طبعا كويس جدا. بصراحة ما شاء الله تحفة يعني. وطول ما هي موجودة في السوق سعر بسيط، يعني سعرها كويس. بنجيبها ونشيلها في الفريزر. بصراحة هي والفراولة بنفس الطريقة بالظبط كده. طبعا بقى عايزينها بالقوام ده، مش عايزينها ولا خفيفة ولا تقيلة قوي. بنجيب الكوباية الكبيرة بتاعتنا ونحطها فيها طبعا كده. وطبعا مش بنحط عليها كلها لبن، عشان في عندي جزء بيحب اللبن والباقي لا. نجيب الكاس بتاعنا كده، ونفضي بقى نفضي حبة من الجوافة. ونجيب بقى حبة من اللبن.
طبعا عملت معانا شكل حلو، بس الكاميرا مش جايبه قوي. يعني كده تمام. طبعا مغذية جدا لأطفالنا وللكبار وللصغيرين، بصراحة طعمها تحفة، وبألف هنا عليكم. عملت لونين طبعا. بألف هنا عليكم.